أول فوج، أول ناس يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 14. مين أول واحد في هذا الفوج؟ مين بيكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ماشيين ذا الحين وهم ماشيين في الطريق قاعدين يشمون ريحة الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، يشم ريحة الجنة من مسيرة سنين. تخيل وانت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم رايحين الجنة تشمون ريحتها، جيتوا وقفتوا عند أبواب الجنة، عند باب الجنة طبعا مقفلة. كيف باب الجنة؟ بس ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، قال ما بين مصراعيه، الباب لما ينفتح له ضربتين، ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. الله يجعلنا ممن يتزاحم على أبواب الجنة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوقف، الباب مقفل، باب الجنة مقفل ما فتح، يمسك طرفة الباب، طفة الباب، يبدأ يدق الباب، فيرد عليه خازن الجنة رضوان عليه السلام، يقول من؟ فيقول أنا محمد. شوف التواضع، شوف الأدب، ما قال أنا رسول الله، ما قال أنا نبي الله، أنا محمد. فيقول له خازن الجنة رضوان ما أمرت أن أفتح لأحد قبلك. فيفتح الباب ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه فوج، أول ناس داخلين الجنة. تخيل إنك أنت من أول الناس اللي يشوفون الجنة، يشوفون نعيمها، يشوفون قصورها، يشوفون خيامها. تدخل مع الباب تدري فين تروح؟ تروح لبيتك في الجنة. تقول كيف أعرفون؟ يجعلك الله تعرف بيتك في الجنة مثل ما تعرف بيتك في الدنيا. أول ما تدخل وتشوف زوجتك من الحور العين تعانقها تحضنها 40 سنة، 40 سنة تتنعم بس بإيش؟ بالعناق. بيتك كيف؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دور الجنة وعن بيوت الجنة، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها ايش؟ ملاطها الشيء اللي بين الطوب المسك. طبعا لما تسمع مسك وذهب وفضة لا تتعب نفسك، ترى مو زي حق الدنيا، ما هو مثل اللي في الدنيا، لأن الله عز وجل يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقط